الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآية رقم 41 من سورة الفرقان. والمعنى يقول سبحانه: اعلموا أيها المؤمنون أن ما ظفرتم به من عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماس. لمن هذه 4 أخماس؟ للمقاتلين المجاهدين الذين حضروا المعركة. والخمس الباقي يجزأ 5 أقسام: الأول لله وللرسول فيجعل في مصالح المسلمين العامة، والثاني لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، جعل لهم الخمس مكان الصدقة مكان الزكاة يعني، فإنها لا تحل لهم. والثالث اليتامى، والرابع المساكين، والخامس المسافرين الذين انقطعت بهم النفقة. ثم قال: إن كنتم مقرين بتوحيد الله، إن كنتم تؤمنون يعني مقرين بتوحيد الله مطيعين له مؤمنين بما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والمدد والنصر يوم فرق بين الحق والباطل في بدر، يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. فهذا بارك الله فيكم. ومن ناحية المجاهدين بارك الله فيكم كما هو معروف، هذه الأربعة الأقسام: للراجل سهم وللفارس سهمان، يعني له سهم ولفرسه سهم. وكما قلت لكم الخمس الباقي هذا يقسم 5 أسهم: سهم لله وللرسول يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة، لأن الله جعله له وللرسول، والله ورسوله غنيا عن ذلك، فعلم أنه لعباد الله. فإذا لم يعين تمام، إذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه للمصالح العامة. الخمس الثاني الذي لذوي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بن المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وإنثهم. والخمس الثالث اليتامى وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع للمساكين المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل وهو الغريب المنقطع به تمام عن بلده. وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكون فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة، وهذا هو الأولى والله أعلم. وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان، فقال: إن كنتم تؤمنون بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهو يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل وأظهر الحق وأبطل الباطل، يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين، أي إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق، والله على كل شيء قدير لا يغالبه أحد. والحمد لله. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الكبيرة. نعم منظومة الشيخ سعدي رحمه الله. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء المفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع السلام دائم على الرسول الخاتمي، على النبي القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحازي مراتب الفخار. والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.